وان كان في بعض الاحيان ظلم محرز بقي على دكه الاحتياط كثيرا، لكن ابقاء عليك في حد ذاته في مانشستر سيتي الذي فيها تنافس ويلعب على كل البطولات المتاحه، هذا يعتبر امكانياته تسمح له امكانيات عاليه جدا بالنسبه لمحرز. ثانيا لما نتكلموا هذا اللاعب محرز متنوع في اللعب. لاحظ لما نشاهد الاهداف، لو تشاهد الاهداف محرز يسجل من كره ثابته، محرز يسجل في الواحد ضد واحد من اقوى اللاعبين، محرز انا بعد زين الدين زيدان افضل كنترول شفته، اتمنى ان شاء الله يلا باس محرز، اتمنى لو سلامه مباراه اليوم ان شاء الله يلعب مباراه كبيره. انا افضل كنترول شفته للاعب موجود اليوم في الجيل الحالي عن محرز. كنترول يربحك في الوقت، معناها تربح به الوقت. محرز كنترول، لاعب كنترول مع ليفربول بقدم واحده، كنترول تسديد المرمى، كنترول الكره. انا لم اشاهد لاعب باستثناء زيدان، نتكلم في الجيل السابق، الكنترول الكل يستطيع ان يقوم بالكنترول الممتاز، الكل، لا اقول انا اقلل مشاهد، لكن هو في كنترول مع الكره، في حنيه زايده عن محرز، في نوع كنترول من مستوى عالي. ثم محرز اليوم ما يقوم به من بعد العوده حقيقه يعطيك تركيز اللاعب. نعم. محرز في بعض الفترات فقد التركيز، لا اعلم، يمكن بعض المشاكل الشخصيه، يمكن لم يكن مرتاح، لا، ولذلك كان مستواه ابتعد قليلا. وتكلم جوارديولا هذا زاد قليلا في الوزن، وتكلم جوارديولا على محرز من هذا الجانب. اليوم محرز واضح تركيزه عالي، واضح انه جاهز فيت، وانا اعتقد انه محرز يستحق انه يكون اساسي، ومن افضل اللاعبين، اتفق مع الدكتور، اللاعبين العرب الموجودين في الدوري الانجليزي. اتمنى ان شاء الله ان يستمر على المستوى، لانه مستوى هذا سيمنح اكيد بالمستوى، سيقدم مستوى جيد مع المنتخب الجديد.